أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله تعالى، واعلموا أنكم لستم في عصمة مما جرى على غيركم. لو أنكم بقيتم هكذا لا تبالون ولا تحيا قلوبكم. ولقد قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأكثر المتهاونين بالواجبات والمنتهكين للمحرمات قلوبهم قاسية، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق والصلاح. أيها الإخوة، هل من أحد راقب نفسه في حق الله وحاسبها ونظر فيما هو مقصر فيه ومخل به؟ هل من أحد راقب نفسه وحاسبها في حقوق عباد الله فأدى إلى أهله حقوقهم؟ هل من أحد راقب أهله فأدبهم بما يرضي الله عز وجل؟ هل أمرهم بالمعروف أو نهاهم عن المنكر؟ هل علمهم الآداب التي تكمل بها أخلاقهم؟ إن هذه الأسئلة لا بد أن يكون الجواب عليها إما بالنفي وإما بالإثبات. وإن كثيرا من الناس قد أهمل أهله، لا يبالي أحرموا الخير أم فعلوا الخير، ولا شك أن هذا تقصير فيما أوجب الله عليه. أيها الإخوة، هل من أحد تخلى عن ظلم الآخرين فعاملهم بالصدق والبيان وأدى إليهم حقوقهم بلا نقصان؟ إنك لتسمع أمورا منكرة في معاملة الناس. أيها الإخوة، وإن بعض الناس لا يقوم بواجبه الوظيفي، فتجده يتأخر عند الحضور ويتقدم عند الخروج، وإذا جلس على كرسي العمل فإنه لا يبالي بالعمل، تجده إما عاكفا على قراءة بعض الصحف وإما لاهيا مع من يحدثه. وهذا بلا شك ظلم لنفسه وظلم لدولته وظلم لعباد الله وأكل للمال بالباطل. فليتق الله هؤلاء الموظفون الذين لا يبالون بوظيفتهم ولا يقومون بها، وليعلموا أنهم أمناء على الوظيفة، وأنه يجب عليهم أن يقوموا بها على الوجه الأكمل، كما أنهم يطالبون بمكافأتهم على هذه الوظيفة بالوجه الأكمل. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة أي في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم أيها الإخوة، عليكم بالجماعة، وهي الاجتماع على دين الله إلفة ومحبة ومودة وإيثارا. اجتمعوا على دين الله عز وجل، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. وأكثروا أيها الإخوة، أكثروا من الصلاة والسلام على النبي المصطفى سيد الأنام، فإن الله أمركم بذلك. فسمعا لك اللهم وطاعة، سمعا وطاعة لله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم اسقنا من حوضه. اللهم ادخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جوارك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاتنا صغيرهم وكبيرهم، وأصلح ولاة سائر المسلمين يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان،
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.